بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الشامي والمصري والوفا. تعالوا نشوفوا ايه الحكاية. واحد شامي فاتح مطعم كبير، دخل عليه مصري كل يوم. المصري يطلب الأكل، وبعد ما ياكل يبقي من أكله نص رغيف. كل يوم يبقي من أكله نص رغيف. استغرب الشامي لما لقاه كل يوم بيترك نص الرغيف، فسأله الشامي: انت ليه بتترك نص الرغيف؟ رد وقال له المصري: انا حلمي الاقي شخص ياكل معي نص الرغيف ويكون قد العيش والملح. الشامي دبت فيه النخوة وضرب على صدره وقال له: انا قدها، تسمح لي اكل معاك نص الرغيف وتقبل ان احنا نكون عشرة عمر؟ المصري قال له: صار. اكل الشامي نص الرغيف وقال للمصري: عزمك اليوم على العشاء. الشامي عزم المصري على العشاء عنده في البيت. راح البيت حضر سفرة، وجيه المصري أكل واتهنى، سهروا وضحكوا، وكان قاعد معاهم على الطاولة أم الشامي وبنت عمه. بنت عمه ديت أمها وأبوها متوفيين، وهي متربية معاهم في البيت متبنيينها، وكان ناوي الشامي يتزوجها لأنه بيحبها. المصري لما شاف بنت عم الشامي عجبته كتير، أخذ الشامي على جنب وقال له: بحق العيش والملح اللي صار بينا تزوجني بنت عمك. أوف أوف أوف، شو صعب هالطلب، بس بيحلفوا بالعيش والملح. اتنازل الشامي برغبته في بنت عمه وراح سألها. المفاجأة قالت له موافقة. اتزوجت المصري وراحوا لمصر. راحت الأيام وجت الأيام، والشامي الغني افتقر فقر كتير كتير، وماتت أمه. فكر يعمل ايه بعد الدنيا ما ضاقت بيه. ملقاش فكرة في راسه غير انه يروح عند شريك العيش والملح ويروح للمصري. فراح، بعد ما مشي مسافات راح دق على باب القصر. فتح له الخادم قال له: بدي اقابل صاحب القصر. قال له: لحظة. راح ورجع ومعاه كيس ذهب ومعهوش حد. قال له: صاحب القصر بيعتذر منك، ما بيقدر يقابلك. الشامي قال له: عرف ان انا مين؟ قال له: نعم عرفك، بس بعت لك هالذهب. فغضب غضب شديد وتعصب واتقهر. كيف هيك؟ هيدي هو اللي بيحكي بالوفا وقاعد يعمل لي محاضرة برغيف الخبز ونص رغيف الخبز، ما بده يقابلني وبعت لي مصاري. شو انا محتاج مصرياته؟ ودب المصاري بالارض ومشى حزين حزين حزين. صار يوم واثنين وثلاثة ما عارف شو بده يعمل. ينام بالطرقات، ياكل من الشوارع، مو عارف شو بده يساوي. نهار وفجأة يجي عنده رجال كبير بالعمر بيقول له: يا ابني شو قصتك؟ ليه قاعد هون؟ فحكى الشامي له القصة. الشيخ قال له: يا ابني عندي تجارة وانت من الشام، واهل الشام معروفين بالتجارة وشطارتهم، بدي تشتغل معايا، تقبل؟ قال له: بقبل. صار يشتغل معاه، لقاه امين وشاطر ووفي. مفيش سنة واحدة وكان الشامي مستلم كل تجارة الراجل الكبير، وصار معه مصاري كتير وبنى قصر كبير. وبيوم بتدق على باب القصر مرة بعمر كبير بتقول له: يا ابني أنا جاية أطبخ لك وأعتني فيك وتكون مثل ابني واشتغل عندك، بتقبل؟ قال لها: بقبل يا أمي. اجت المرأة صارت تطبخ له كل يوم وتعتني فيه مثل أمه وتروح على بيتها. بعد فترة
جت المرأة وقالت له بدي أزوجك، انت قاعد لوحدك. فقامت لقت له عروسة حلوة ومحترمة وزوجته إياها. صار نهار العرس وصارت المفاجأة الكبرى. عزم الشامي كل أبهية المنطقة، عزم التجار واللي معاهم مصاري، وفي لحظة فات على العرس المصري. شافوا الشامي قال له شو بتعمل هون يا قليل الأصل يا قليل الوفا يا خاين؟ قال له روق اسمع القصة للأخير. قال له شو القصة؟ قال له أنا شفتك من الشباك لما جيت وشفت كيف حالتك، كانت ثيابك مخزقين ووضعك صعب كتير، بعت لك مصاري بالأول لتروق على حالك وتحسن حالتك حتى ما تشوفك بنت عمك بهذا الحال وتقل مقدارك وتقل بقيمتك قدامها. قال له بعدين؟ قال له شفت الرجال الكبير اللي جه وقال لك تشتغل معي؟ هذا أبويا. شفت الأم اللي دقت بابك واهتمت فيك مثل أمك؟ هاي تبقى أمي. والعروسة اللي عم تتزوجها هلا وجاي أنا أحضر عرسها هاي دي أختي. طلع فيه الشامي هيك وقال له عن جد تستاهل إن يكون الواحد بينك وبينه خبز وملح، وحضنه حضن كبير كبير كبير. هي دي الحكاية. لكن الحكاية دي بتعلمنا إن لما يكون بيننا عيش وملح هو مش بس مجرد أكل وأكلناه ونملى بيه بطننا، لا، من السنين قبل كده كانت هذه القيمة لها أصل، هذه القيمة فيها وفاء، هذه القيمة معناتها إني لا أغدر فيك مهما صار طالما بيننا عيش وملح. أنت فت على بيتي وأنا فت على بيتك، والأكل اللي بيننا له قيمة. أنا أكلت وياك، يا ريت تكون أوفياء لبعض. وسلامتكم عبد القادر اللواتي.